يا ريتني جبت 20 كتكوت على رأي ست الله يرحمها. كلمة يا ريت ما بتعمر بيت. انا اريد وانت تريد والله يفعل ما يريد، نصيب والحمد لله. بس بجد بقى متبقيش خايبه زيي. روحي قومي كده وهاتي الحقي، ما لحقتيش اول اسبوع في رمضان يا ستي الحقي، يعني ان شاء الله رمضان 30 يوم هتذبحيهم في اول 10 ايام، هتذبحيهم بعد العشر ايام التانيين، هتذبحيهم في اخر 10 ايام، هتذبحي في نص رمضان، بس هتلحقي والله وهتاكلي في رمضان. اسمعي الكلام. اقسم بالله بجد انا زعلانه جدا جدا اني جبت 10 كتاكيت. انا اول مره في حياتي اعملها اجيب 10 كتاكيت. انا بجيب بال25 وال15 كتكوت وال50 كتكوت. لاول مره اجيب 10 كتاكيت. ليه بقى؟ كنت طمعانه بقى بقول لا لما الموسم يهدى شويه كده والناس كلها عماله تجري على الكتاكيت، الاسعار هتهدى والعلف هيهدى. كنت طمعانه صراحه، بقول لك الطمع يقل ما جمع. اقسم بالله فعلا كلمه حقيقيه، الطمع يقل ما جمع. لا الاسعار الكتاكيت نزلت ولا اسعار العلف نزلت، واحنا اللي خدنا خيبتها وقعدنا في بيتها. بجد 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 اوعي بقى تعملي زيي. لا لو امكانك تسمح تجيبي 20 50 هاتي. والله تعب كتكوت زي تعب 10، تعب 10 زي تعب 100، تعب 100 زي تعب المزرعة كلها. اقسم بالله هي طالعة هي واحدة. التحصين هتقعد خليك تحصلي 10 كتاكيت، تحصلي 20 كتكوت، تحصلي 50 كتكوت، هتعملي الخلطة مرة واحدة. تعب بتعب والله. يعني احنا شوفي بقى بنعمل خلطة وبنحط في المية وبنعمل حاجات وتغسلي السقايات وتشيل الفرش. الكلام ده كله لو عملتيه في 20 كتكوت في 50 كتكوت هيبقى تعب واحد بس. في الاخر هتكسبي لو انت بتسترزقي منهم، هتكسبي كتير عشان العدد اللي انت جايباه كتير. ده غير كمان لو انت هتاكلي منهم هتعزمي وهتاكلي وهتهيسي بقى وهتشوي وتسلقي وتحمري وتعيشي. دلوقتي احنا مش عارفين نشتري حاجه، الكيلو معدي 100 جنيه في شعبان، ما بالكم في رمضان هيعمل ايه؟ بجد احنا ربنا يستر. بجد بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم لو تقدري تشتري 5 كتاكيت اشتري. عارفه ال5 كتاكيت لو حطوهم في كرتونه في الشقه عندك اول اسبوع هيقعدوا، يعني لو كرتونه هي بتاعت السجاير الكبيره دي اللي هي 60 في 60 تقريبا او 50 في 50 دي، هتاخد معاكي بتاع 10 ايام. بس اهم حاجه تغيري، اهم حاجه تغيري عشان الكرتونه ورا دي من اقل نقطه ميه بتبوظها. هتحط لها بقى اول طبقه كده، تحط لها مشمع كده، بس مش مشمع من اللي بيزحلق، في مشمعات كده تحس ان هي عامله زي الشكاره بتاعت الرز كده، اللي هي عامله زي المفتحه دي، اللي عامله زي الشوال. تمام. وتحطوا فيها بطانيه كده عشان الدنيا ساقعه، وتقومي عامله اللمبه فوق، مش جوه ولا مش يعني، حتى تعملي لي اللمبه كده فوق كده بمقشه كده وتعلقيها وتغطيها كده بملايه او اي حاجه. لما النور يقطع غطي بالزياده زي ما انا علمتكم كده قبلها بشويه، وبعدها قبل ما النور بعد ما النور ما يجي بساعه ابقي شيلي حاجتك واحده واحده. سهله جدا جدا والله العظيم. 5 كتاكيت 10 كتاكيت مش مكلفين حاجه. مش معاكي تجيبي علف مره واحده، هاتي كيلو بكيلو. الكتاكيت في اول اعمارها اول يعني بتاخد بالربع كيلو علف. يعني انا في اول اسبوع الكتاكيت دي كانت بتستهلك ربع كيلو علف بالكتير جدا في اليوم، كمان وممكن اقل من ربع كيلو. ممكن تجيبي كل 3 ايام كيلو علف. انا بسهلها لك بكل الطرق. مش معاكي تجيبي علف، هتجيبي يعني هاتي نص بنص يا ست، بس ما تغيريش مكان العلف. المكان اللي جبته من اول جبت منه من اول مره هاتي منه لحد اخر الدوره. ما تجيبيش من هنا مش النهارده ما يوم مره والراجل ده مره والراجل ده مره، لا. كل واحد بيجيب من مكان وبيخزن بطريقه معينه وبيركن عنده مده معينه. لا خليكي في واحد بيستهلك كتير وبيجيب علف كتير. ما تجيبيش من المحلات اللي هي الشجره بتقعد عندها بالشهر والشهرين تاخد رطوبه وتبقى تعلي سموم فيها. لا هاتي من واحد بيستهلك علف كتير وشجره ما بتقعدش عنده كتير. تمام. وعايزه تقدري تجيبي 5 كيلو على بعضها هاتي، تقدري تجيبي 2 كيلو على بعضهم هاتي. صدقوني الفراخ رزق 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 وخير في البيت بجد. على فكره عندي مكان اهو بوريهولك اقسم بالله مع ايقاف التنفيذ. اللي بقولك ما عنديش سطح انا برضه اهو، يعني انا عندي اهو بس المكان مع ايقاف التنفيذ ملوش اي لازمه. يعني جبنا الرمل عشان نعمل بيها حاجه، الدنيا وقفت والحاجه رفعت وهي سيبناها بقى على حالها. بجد تشوفي منظر الكتاكيت بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اللهم بارك، تفتح النفس ما شاء الله. ربنا ما بيضيعش تعب حد، بس احنا ايماننا ضعيف وسامحينه على الكلمه دي. بصوا حبايبي، انت قبل ما تجيبوا اي حاجه توكلت عليك يا رب، فوضت امري اليك يا رب انك تقف معايا وتعني. انا جايباها رزق لاولادي، انا جايباها يعني توفير في بيتي، فربنا هيقف معاكي اقسم بالله. حط ربنا دايما في الحسبان وخليكي على يقين ان ربنا يعني بيحب العبد اللي بيجتهد. خليكي على
على يقين ان ربنا بيحب العبد اللي يقف يعني ايه صالب حلو ببيته كده هوت، وظهره في ظهره رب الاسره. ربنا بيحب العبد اللي يتوكل على الله، ربنا بيحب العبد اللي بيفوض امره اليه. اعملي حسابك طول ما انت حاطه ربنا قدامك وفوضت امر ليك يا رب انك تكرمني في الدوره دي، وانك تبارك لي فيها كده، وتبارك لي في رزقها، وتبارك لي الفتره بتاعتها، وتحفظها لي، والله العظيم هتقول له يا وانت خير الحافظين، اقسم بالله ربنا هيبارك لك فيها. انت بصي احنا بننزلها اهو في فيديوهات وبنعرضها للناس، واقسم بالله انا اكتر واحده بخاف من العين وكل حاجه، بس يعني رجعت قلت ايه الضعف ده يا رب، استغفر الله العظيم، ده ربنا قادر على كل شيء. يعني حتى انا اريد وانت اريد والله يفعل ما يريد، حتى لو انا بخاف من العين برضو ربنا قادر على كل شيء. ممكن يحميها لي، ممكن يحفظها لي. انت فوضي امرك لله، قولي توكلت عليك يا رب، استعنت بيك يا رب، استودعتك كل ما املك، استودعتك كل شيء في حياتي، في كبير لينا لازم نلجأ له. اعملي حسابك، فكري كده كويس. اجري هات الدوره بتاعتك، مش دوره، هاتي 5 فرخات، هاتي 5 كتاكيت، هيكفوكي في رمضان. لو كل اسبوع فرخه واحده بس هيكفوكي في رمضان وبزياده والله العظيم. هتشوي وتقلي وتهسي انت وعيالك. كرتونه هتقعد معاكي اسبوع 10 ايام. بعد الكرتونه ممكن تحطهم في مسقط عندك، لو عندك مسقط في البيت، لو عندك مكان في المطبخ اعملوا كده على جنب. لو تحت الحوض كده هو اللي هو الضلفه تحت الحوض، لو عندك مطبخ خشب، لو عندك نملية قديمة، لو عندك اي حاجة كام خشبة كده انت ممكن تعملوا منها 4/4 كده عشة. اتصرفي والله العظيم ربنا يسهلها وييسرها. قولي يا رب وهو ربنا هييسرها. وانت كمان شغالي مخك هتلاقي مفيش بيت ما فيهوش حاجات من دي، مفيش بيت ما فيهوش حاجة، مكتبة قديمة، مطبخ قديم، ضلفة قديمة، كام خشبة قديمة، حاجات من دي. خلي بالك والله العظيم انت لو قلت يا رب ربنا هيقف معاكي وهيسهل لك الدنيا كلها، ويفتح كل الابواب المقفوله في وشك. ده بص المكان اللي حاطه فيه الكتاكيت بتاعتي اهي، بصوا انا مقفله على الاخر. عايزه اقول لكم اول اسبوع انا بقفل الحشه كلها، بصوا من يمين وشمال. ليه؟ لان في فتحه على الجنب ده اليمين وفي فتحه على الجنب الشمال، فلو فتحت الفتحه دي مع الفتحه دي هيدوا طيار هوا لبعض. ماشي. هيعمل ايه؟ يخلي الفراخ تبرد. هي شايفين الفتحه دي كده، لو انا لو سبتها مع الفتحه التانية هيعمل تيار هوا، فانا بقوم قافله دي خالص ولكنها موجوده، واسيب الجنب التاني اللي هو على الشمال يعتبر ده بحري وده قبلي. هسيب الجنب التاني اقوم موارباه شويه كده زي ما انتوا شايفين كده، سنتي صغير بس، سنتي لا اكثر ولا اقل. تمام. اهو زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. بس يطلع بس ثاني اكسيد الكربون يدخلهم كده اكسجين كده، ويعمل لهم ما يعمل لهمش رطوبه في المكان. بصوا بعد كده بقى انت بقى لو لقيتي في الجو يعني مثلا العصري كده الجو حسيت ان هو سخن والكلام ده، بقوم شايله بقى الفرشه اللي على اليمين دي تهوي الدنيا شويه، لان طبعا وقت الصبح غير وقت العصر. الساعه 4 العصر غير الساعه 7 الصبح. 7 الصبح دي بقى من الاتجاه ان هو الشمال بس، الناحيه دي بس، بعتمد على الفتحات اللي موجوده في العشه. اما الصبح لا، بسيبها مقفله زي ما هي الدنيا ساعه. تمام. زي ما بقول لكم بص انا عندي السطح اهو ولا ليه اي لازمه، اقسم بالله يعني مع ايقاف التنفيذ. انا جبت حطيت حاجتي انا عملت عشه مع نفسي. لو اخشوا على القناه هتلاقوا في فيديو اللي هو ازاي تعملي بطاريه. انا رحت اسال على البطاريه ب 2000 وب 5000 جنيه. قلت طب انا نفسي اربي اعمل ايه، وفي نفس الوقت مش عايزه اجيب نشاره، النشاره بقت مكلفه، وغير كده كمان صحتي ما تسعفش ان انا كل شويه اكنس في النشاره وامسح في النشاره والكلام ده كله. وبعدين النشاره مشاكلها كتيره جدا، بتجيب فيروسات وبتجيب حاجات امراض للفراخ صراحه. فلا انا رحت انا فكرت ولقيت دي موجوده عندي، اقسم بالله بقالها كام سنه والله العظيم ما جت. سبحان الله. هو ربنا لما انا اردت ولما انا قلت يا رب والله العظيم يسرها وحطها قدام عينيا، ان بقالها كام سنه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.